السلام عليكم ورحمة الله. مشينا نتغداو بطاطا، حنا نلقاوها آمرة بالتراب. هو يدور واحد النقاش بيني وبين السيد اللي كيبيعها. انا بغيت نتقاسمو معاكم وفي نفس الوقت نعرفوا هاد المسألة نسلطوا عليها الضوء. دابا انت ملي كتمشي تتغدى الخضيرة وكتغدى بطاطا على وجه الخصوص وكتلقاها جاية عامرة بالتراب، ملي كتكون كتعبر فيها كتحاول ما امكن انك تحيد التراب بيديك، سير كتمسحو كتحيدو بيديك، زعما كتنقص قدر الامكان، لانك جاي تشري بطاطا ما جايش تشري التراب. فكتفاجئ بان مول البطاطا تيقول لك اخويا ما خصكش تحيد منها التراب، خويا راه هكاك هز البطاطا وعبرها، هكاك شريتها انايا، هكاك خاصني نبيعها. هاد السيد اللي دار معايا هاد اللقطه هادي راجل كبير مسكين، وانا استحييت منه صراحه، واحد اللي تنبتسم معاه وانا نقرب حداك، قلت له بالحاج والوالد، لان راه دابا جاي نشري من عندك بطيطه، انا بغيت بطيطه باش ناكلها، غناخذ بطاطا ندير وليداتي وكذا ناكل معاها. علاش انا هاد الكميه كلها ديال التراب؟ قلت الا حيدناها دابا راه غنلقاو فيها كيلو ونص ولا شنو هو ديال التراب. انا واخد من عندك 7 كيلو ولا 8 كيلو ديال البطاطا ونلقى فيها كيلو كامل ولا كيلو ونص ديال التراب، انا شنو ذنبي؟ بيني وبينك انا شنو ذنبي؟ فقال لك اودي حنا كناخذوها هكاك، كناخذوها هكاك حتى هي كتعبر علينا حنايا، حنا كنضيعوا. قال لك حنا راه حنا غنخصنا ندوزوها، والا الا ما دوزتهاش انا راني غنضيع، راه غيمشي ليا فلوسي وغيمشي. قلت دابا جاوبني انا خذني على قد عقلي ابا الحاج، وجاوبني الله يجازيك بخير. انا انسان بسيط في العقل، جيت انا نشري بطيطه، انت قلت لي البطاطا دايره 80 ريال، دايره 100 ريال، دايره 120، دايره كذا. جيت قلت لك عبر لي مثلا هذا القدر ديال البطاطا، علاش انا كنلقى فيه التراب؟ انا بغيتو نقي وانت داير راك داير ثمنك، وانا بغيت بطيطه، علاش انا غندي التراب؟ حدو مسكين بقى تيشوف وتيقول لي وليدي اش غنقول لك، راه هي هكاك دايره، هكاك جايه هكاك. النقاش اللي انا بغيت نجبدو معاكم نتوما دروك هو انه هاد المساله هادي راه يجب مراعاتها، خاصه بالنسبه للراجل اللي كيبيع ويشري. بالنسبه للتاجر، تاجر انت غتبيعو للمواطنين، المواطنين راه ما ذنبهم والو، جايين يتقداو ديك السلعه اللي باغيين. كونك انت تزادت عليك ولا ما تزادتش هذيك شغلك انت، هذاك مسؤوليتك انت. انا هذا الرجل رجل انسان كبير في السن وكذا، وعزتي جلال الله الا استحييت منه قلت ماشي مشكل، حنا مسامحين بالحاجه عسير، خديت شغلي وزدت في حالي. ولكن مع انسان اخر كون كان مع شاب ومع كذا ممكن حنا راه كنتقلقوا كيطلع لنا الدب احيانا، وكان كتصبر حتى تعيا ولكن راه كتكع. حنا جايين نتقداو، حيت راه كتوقع افعال من بين الافعال اللي كتوقع في السوق وكتخليك انك تتقلق، خاصه الا كان انسان قدك قدو، انسان شاب، انسان كذا، ولا تكبر منك وباقي شاد راه كيقول لك تعالى كلشي ب 60 مثلا، الخضره كامله راه ب 60، كتسمع انت داكشي كتقول لي واش كلشي ب 60؟ كيقول لك دخل ب 60. دخلتي تتقدى، كتمشي للفلفله مثلا، كتمشي للقرعه الخضراء، كتمشي لهادي، كيقول لك لا هذيك راه 160 ريال، هذيك راه 260، هذيك راه 10 دراهم، هذيك راه. شريف، انا خديتك على فمك. اش قلتي قبيله؟ من لسانك شديناك، اش قلتي لي قبيله ملي قلنا لك قلتي 60 ريال، دخلنا على 60 ماك على هاد القوالب. فهما كيديروا هذه من باب القوالب، تيقولوا الثمن اللي هو العام على مجموعه من الخضار، ولكن كاينه الاستثناءات ما كيجبرش لك الاستثناءات، تا كتدخل وكتبدا تعبر، لانه اغلب الناس مساكن من يبغيو يبدا يعبر، مني يبدا يعبر ويتقال لي هذه الهضره صعيب انه يخوي الخضره. انا بيني وبينك والله تنخويها ونزيد في حالي، واحيانا كيكون شويه ديال التشنج وشويه ديال. فهذا الرجل انا استحييت منه لكبر سنه. لكن الناس اللي كيبيعوا ويشريوا الاخرين في الخضره، راه شغلك انت هذاك التاجر، انت جايب زادوا عليك التراب، شغلك هذاك ملي مشيتي تعبرها بالجمله، شغلك هذاك منك ليها. راه كيزيدوا هما بعض الكيلوات من باب انهم كيعوضوا، لكن ما تيذكروش هذا الشيء. انا ملي كنجي نتقدى من عندك اشنو ذنبي ندي التراب؟ الا ما سمحت فيهش غدير انت قدام الله سبحانه وتعالى. وكاينين تجار اخرين اللهم بارك كيصفيو المعلم، تينقيها وكذا ولا كيجي وكيوفي، ومن بعد ما تعبر كذا يلوح 3 طيطات ولا شي لعيبات، يعني كيوفي مسكين وكيحاول ما امكن يوفي باش ما يطيحش في قول الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. اذا اكتالوا عندنا جاي عبر من عندك انت اللي كتبيع ليه، يقول لك وفي الميزان وزيد ربق ناقص، زيد هاد العيب تا ماك حيدتي هذيك تا، كيبغي يوفي. واذا كان هو اللي غادي يبيعك واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، كيضيعك في الميزان ويبدا يتحجج ويبدا ينقص ويبدا يدير. وفي هذا الاطار هذه تذكرت قصه عاود لي رجل صاحب الوالد ديالي الله يرحم الوالد ويوسع عليه. من بعد الوفاه ديال الوالد تقريبا بشي 3 ايام جا عندنا وتيحكي لينا شنو وقع عليه مع الوالد من بعض الطرائف. منها مشاو يتقداو اللحم عند قزار. قال لي الحاج، يعني الوالد ديالي الله يرحمه ويوسع عليه، قال لي عبر لي واحد 2 كيلو تما ولا 1 كيلو ونص ولا شنو هو،
سير تيعبر شويه قال لي خليها عندك، وتم غادي. قال صاحبو يلا، هما بجوجهم ائمه مساجد، الوالد وصاحبه الله يرحمه ويوسع عليه. فقال لي خليها عندك. قال لي كان تنقول لي هاد صاحبو تنقول لي والحاج انت تعال خذ البركه. تقول لي تعال تعال في حالك، وكاين تا هروب بالطريقه الدكاليه شديده تعال في حالك. من بعد قال لك انا ما فاهمش اش واقع، تا كيقول ليه الوالد ديالي بانه هذاك راه رابط واحد، داير واحد القنينبه ولا ماتميكه ولا شنو هي، ورابطها في الميزان وكيورك عليها باش كيثقل الميزان وباش. يعني الوالد شاف هذاك الشيء خلاه ليه وزاد. الجزار ما هضرش معاه ما ناقش، لانه غالبا عرفوا راه انه شافه. فبحال هاد الامور هادي راه ما خصهاش تكون، راه الحاجه اللي ديتيها للناس هنايا راه غتخلصها يوم القيامه. وما كنهضروش هنايا على انسان مغلوب ولا انسان مستدين ولا انسان كذا، لا انت راه كتعبر، والميزان راه واضح قدام الناس. فوفي مع الناس واعطيهم رزقهم، وحاول ما امكن تحلل من مظالمهم قبل فوات الاوان. الله يوفقنا للخير. السلام عليكم ورحمه الله.